مشاهدينا في كل مكان، أسعدتم مساء حلقة جديدة من برنامج 7 نجوم على الهواء مباشرة كما تعودنا دائما يوم الثلاثاء. نجم من نجوم الثقافة والإبداع المصري معنا على مدار ساعة كاملة. اليوم معنا صوت شعري خاص جدا، قصيدتها إضافة لما تكتبه المرأة العربية الشاعرة. هي صاحبة مشوار طويل مع القلم ومع الكتابة الشعرية، تؤمن بالقصيدة العربية القديمة، تؤمن بتقاليد القصيدة العربية. الشعر لديها يعيد الإنسانية المفقودة. هي ترى أن الشعر كالحلم، نستطيع أن نبني فيه ما نعجز على بنائه في أرض الواقع. فالشعر كما للحلم فيه حالة من التكثيف والغموض والوضوح والمزج بين الماضي والحاضر واستشراف الغيب. هي صوت كما ذكرت منذ قليل مميز على الساحة الشعرية المصرية والعربية. قدمت مجموعة من الدواوين الشعرية التي لاقت حالة من الاستحسان النقدي وأثارت حالة من الجدل. قدمت مجموعة من الدواوين عملاق في قلبي، سيمفونية الوجع المقدس، صهيل. كما قدمت أيضا مجموعة من القصائد العامية، فهي تكتب شعر الفصحى وتكتب العامية أيضا. معنا الليلة على الهواء مباشرة الشاعرة المصرية الأستاذة زينب أبو النجا. أهلا بك أستاذ زينب. أهلا بحضرتك. منورانا في 7 نجوم. ربنا يخليك. ميرسي. اسمحي لي أبدأ مع حضرتك من البدايات والتكوينات الأولى للشعر، وتحديدا من الريف في محافظة الدقهلية. بدأت التكوينات الأولى للشاعرة زينب أبو النجا. بالضبط. أنا ولدت ونشأت في قريتي سهرجة الكبرى، مركز ميتغمر دقهلية، وظللت بها حتى حصلت على الثانوية العامة من مدرسة ميتغمر الثانوية للبنات، ثم التحقت بكلية التربية الرياضية وتخرجت فيها. وأكتب الشعر منذ كنت في المرحلة الإعدادية والثانوية. لاحظ والدي أنني أكتب شعرا موزونا ومقفى وبه أفكار، فيعني تبنى هذه الأفكار وشجعني وفتح لي مكتبته وقرأت فيها في أمهات الكتب، وانطلقت في بداية الثمانينات. حاصرني الشعر، توحد معي إلى أن كتبني وكتبته. جميل. لكن البدايات الأولى لزينب أبو النجا يعني في النشر على مستوى الدواوين المطبوعة كانت متأخرة بعض الشيء، يعني لم نعم. تكن مواكبة للكتابات الأولى. نعم، يعني أنا ظللت أكتب ولم يعني أفصح عن كتاباتي إلا في بداية الثمانينات. أنا تخرجت من الجامعة عام 1973 ومن وقتها وأنا أكتب الشعر، ولكن انطلقت للنشر وللحضور المهرجانات والندوات، مهرجان المربد الشعري، طه حسين، أعلام دمياط، مهرجان جرش، كل الندوات والأمسيات التي أقيمت في قصور الثقافة المصرية في جميع أنحاء القطر المصري حضرتها منذ عام 1980 حتى الآن. يعني نسمع مجموعة من طبعا هيبقى فيه قراءات شعرية طوال الحلقة، لكن نبدأ هو في حاجة كمان عايزة بس أقولها بالنسبة للنشأة، إني أنا الحقيقة يعني ولدت ونشأت في أسرة تتبع المنهج الصوفي. فكان ليا جد يعني لوالدتي كان راجل عصامي، وكان عنده مجموعة من الأفدنة، وكان مزارع وتاجر قطن. هذا الرجل كان متيسرا ماديا، ولكنه كان يعني بيعمل لنا يوم في الأسبوع ناكل فيه عيش وملح أو عيش ودقة. فأنا كنت بنت وحيدة الأبوين يعني. فكانت والدتي مثلا كانوا يوم الخبيث ده في الدوار، بيت دوار كبير، على يمينه كان جنينة، دي ذكريات جميلة الحقيقة، وعلى شماله كان حظيرة يعني. فكنا نقعد نجمع الثمار من الجنينة وكده في جميع أيام الأسبوع. وكان يوم الخبيث ده بيحطوا حاجة اسمها قدرة فول في حاجة اسمها المحمة بتاعة الفرن. فكانت أمي تحضر لي طبق به قليل من الفول في يوم الملح، فكان جدي يقوم بتوبيخها أمام الجميع. هو يوم ملح بس وأنت لا تعرفي لماذا أنا يعني أنت إزاي بتعملي كده، أنت مش عارفة أنا بعمل كده ليه. لما كلنا ضاق بنا الحال في أيام من عمرنا، لما ضاق بي الحال
هذا الرجل أنا أدعو له حتى الآن، لأنه علمني كيف عندما يضيق بي الحال لا أعتدي على حق غيري ولا أرتكب أي شيء من المعاصي لكي أحصل على المال. قدرة أيضا ترويض النفس، أن يستطيع الإنسان دائما أن يروض. بالضبط. مع أنه قبلها بيوم مثلا، في اليوم اللي قبلها كانوا بيذبحوا زمان الفراخ والحاجات والحمام والديوك الرومي وحاجات في شوط الغسيل الكبيرة الحمراء دي، لكن لازم يوم في الأسبوع، اليوم اللي بعده بقى اللي هو بعد الفخفخة دي، ناكل عيش بملح ودقة علشان لما نكبر ما نعتديش على حق غيرنا، وعلشان نبقى ناس قادرين على تحمل المشقة. وأيضا الاتجاه الصوفي أو النفس الصوفي في الكتابة، يعني الناقد علي عبد الفتاح أشار في أكثر من مقال أن زينب أبو نجب بتهتم جدا بالألفاظ والمفردات الصوفية، بتبقى من أكثر المفردات دورانا في قصائدك الشعرية. احنا حابين في البداية نسمع منك قصيدة من الديوان الأول عملاق في قلبي. لا، عملاق في قلبي أنا نسيته تماما. والله كلها قصائد رومانسية جدا، لكن سيمفونية الوجع المقدس أيضا فيه قصائد رومانسية. هقول قصيدة رومانسية من سيمفونية الوجع المقدس بعنوان التفريق. فأنا التي علمت عينيك الكلام، فأنا التي علمت عينيك الكلام وصغتها موجا يلاقي الأبحرة. أغلقت في وجه المكارم مأمنة، وهرعت للوجه الرخيص مبعثرة، وتركت غصنا بالثمار محملة، وذهبت للغصن الذي لن يثمر. نسجوا عليك شقاوتي وتدبروا، فوقعت في شرك الخيانة مجبرة. ما للخلائق والشرور طبائع، للحب تأبى أن تصون المنظر. والزيف وغد والزمان مضلل، نصف الأصاغر والأكابر صغرا. قالوا الحكيمة بالغرام تدلهت، قلت الهوان على الفؤاد تقدرا. وأعوذ من قهر الظلوم بخالقي، ينجي القلوب المشعلات تدبرا. عتبي على قلب الضعيف خفوقه، إن صان عشقا بات منه مكدرا. ويشت عقلي في أهازيج الصبا، فمشيت بين الناس زاهدة القرى. ناديت باسمك كل من يتقرب، شردت خطايا في متاهات الثرى. ولكم عكفت عن الكلام مع صحابي، شربت ملح الدمع ماء مسكرا. إني استعنت على فراقك بالصلاة، ركبت مهر الصوم حتى أعبرا. وأنا التي علمت عينيك الكلام، وأنا التي علمت عينيك الكلام، فصغتها موجا يلاقي الأبحرة. ولحسن حظك أنني حين اصطفيتك صرت في عين النساء مؤمرة. ليس افتتانا في جمالك، إنما زوج الأميرة للجواري أبهرة. في اعتزاز وثقة واعتداد بالنفس قوي جدا. هذا جزء من القصيدة. نكتفي لا ليست طويلة بس كفاية كده. الملاحظ للمسيرة الإبداعية لزينب أبو النجا أن الديوان الأول عملاق في قلبي كان ديوان الدوائر الأساسية فيه دوائر ذاتية، تجربة الأمومة، تجربة العشق، تجربة الحب، انتظار الحبيب. الانتقال إلى الديوان الثاني نقل إلى هموم السياسة وهموم المجتمع. بالظبط. يعني لقينا غياب للذات بشكل كبير جدا في الديوان الثاني. هو القصيدة الناجحة نتجت عن احتكاك الذات الشاعرة بكل ما يحيط بها من مخلوقات في الكون، أي السماء والأرض بما بينهما من كائنات حية. وعند الاحتكاك تحدث تصادمات ينتج عنها لدى الذات الشاعرة هذا التألم والبكاء والتحدي والمواجهة. فأنا أغني وأبكي للحب والجمال، وأتألم من الجروح والأثقال، وأتحدى القبح والظلم، وأواجه الشر بالخير. كانت يعني أنت تعبر عن القضايا العامة، لابد أن يكون من خلال ذاتك، ولازم تحط مناخيرك فيه. يعني الذات الشاعرة لازم تكون حاضرة، وانت بتعبر عن قضايا العالم من خلال وجهة نظرك، من خلال ذاتك طبعا. لا يعني التجربة الإبداعية بشكل عام في كل المجالات الإبداعية هي تجربة ذاتية، في المقام الأول. حضرتك ذكرتي في أحد المرات في حوار صحفي أنني أصنع من ألمي ومأساتي الذاتية حلما كبيرا أرضه الإنسان.
يعني القصيدة هي وليدة الألم ووليدة المأساة اللي بيعيشها الشاعر. الألم الكبير يصنع إنسانا كبيرا. يعني الحضارات تبنى من خلال الانكسارات. لابد يعني بعد الانكسارات الكثيرة لابد أن تقوم الانتصارات للبشر، والإنسان الواعي هو الذي يعرف كيف يتخطى مآسيه ومآسي بلاده. معنا اتصال هاتفي معنا الناقد الأستاذ الدكتور صلاح السروي. ألو. مساء الخير يا فندم. مساء النور دكتور صلاح. أستاذ محمد، ازي حضرتك؟ لعلك بخير. أهلا بحضرتك يا دكتور. وبمسي على الأستاذة الشاعرة الكبيرة زينب أبو النجا. يا مساء الفل. وبقول لها يعني أنت دائما في صدارة الذين يهتمون بقضايا الإنسان وقضايا الوطن. وبتصور ان شعرها في الحقيقة يعني يتميز بصفة خاصة بأنه شعر مهموم، شعر بيحمل هم إنساني على قدر هائل من العنفوان والاعتمال. يعني هو شعر معتمل، العاطفة فيه بالغة القوة، وربما الانفعال فيه وإن كان هذا محسوب على جهة أن الشاعرة حية الوجدان وحية المشاعر، إلا أنه ربما يكون أكبر من التحليل. أنا أظن أن قوة الشاعر الحقيقية ليست فقط في تقديم تعبير بقدر ما يكون أيضا تقديم رؤية ومحاولة للكشف عن المسكوت عنه وعن المطموس وعن ما وراء الأشياء وعن قلب الأشياء، عن حقائق كامنة داخل الأشياء لا يكتشفها إلا بصيرة وعين الشاعر. الدكتور صلاح السروي، اللي بيميز قصيدة زينب أبو نجا عن غيرها من الشاعرات، واحنا بنعاني من قلة الشاعرات في الحياة العربية عموما وليس فقط في مصر. نعم. يعني ما الذي يميز القصيدة الخاصة بزينب أبو نجا؟ يعني هل هي قصيدة رومانسية بيغلب عليها الطابع الرومانسي؟ يعني في أكثر من ناقد أكد أنها في طابع رومانسي يغلب على القصائد. صحيح. انا بتصور انه احنا ما بنعيش أزمة شاعرات ولا حاجة، طبعا مع احترامي رأي حضرتك، لانه بدءا من فد وطوقان ونازك الملائكة نحن امام يعني دول رحلوا يا دكتور صلاح. انا دلوقتي حاليا طبعا الاسماء قليلة جدا يعني. انت عندك حق بالفعل، لكن يعني في الفترة ال20 عام الماضية ظهر عدد مهم من الشاعرات لدرجة ان احنا يعني انا شخصيا كتبت ذات مرة في يعني احد مقالاتي ان احنا امام ظاهرة الشاعرات الجدد او الجديدات. زينب أبو النجا تختلف طبعا عن هذا الجيل من الشاعرات، لانه هذا الجيل يعني يركز اكثر على اليومي والاعتيادي والجسداني ربما، ومفهوم الخاطرة أكثر منه مفهوم الشعر في الحقيقة عند الكثيرات منهن. زينب أبو النجا أنا أتصور أنها بتعيدنا إلى المربع الأول من الشعر، إلى منطقة الانفعال، وهي لا تنتمي إلى هذا الجيل، هي مفارقة لهن. وأظن أن شعريتها تكمن في غضبها على التحديد، تكمن في هذه العاطفة الجياشة والقوية، وأيضا لابد أن أشير إلى هذه القدرة على الرصف اللغوي الرصين والصياغة المحكمة، وهذا أمر لا شك يعني يحمد إليها لأنه وهو مفتقد عند الكثيرات من الشعراء. أشكرك شكرا جزيلا دكتور صلاح السروي على هذه المداخلة النقدية السريعة.